أعتقد هذا يوم غير مسبوق في تاريخ السعودية وفي تاريخ الخليج وفي تاريخ العرب، بل في تاريخ المسلمين. ربما لم يمر مثل هذا اليوم منذ 100 عام، أن تجتمع الأمة بعد 11/9 بعد أن استهدف الإسلام واعتبر الإسلام دين إرهاب، والمسلمون الأمة 56 هؤلاء رعاة للإرهاب وهم حاضنته. اليوم السعودية تثبت العكس تماما. اليوم انقلب السحر على الساحر، وربنا أنت الأحد، باسمك الجمع اتحد، وعدك الحق وهذا يومنا والجد جد، سنرى الفجر القريب من دجى الليل العصيب، وبأيدينا سنرمي ويد الله تصيب. هذا قدر حقيقة، في يوم عظيم في العلاقات الدولية، يوم عظيم أن تتقن المملكة العربية السعودية التناغم مع البوصلة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية إلى الثانية إلى اليوم، ثم تحصد حصادا كبيرا اليوم بعد مرور 14 يوم من 11/9. انتهت الإسلاموفوبيا أخي فاتح، انتهت الإسلاموفوبيا التي أرادت، إن سقط الانقلاب سقطت مؤامرة 11/9. اليوم سقطت مؤامرة 11/9 الإيرانية، سقطت مؤامرة ولاية الفقيه التي رأت أن تضع السعودية والأمة الإسلامية كلها باعتبارها إرهاب، وهي حليف لأمريكا في مكافحته. هذه هي المعادلة الكبرى التي أرادت إيران أن تنتصر فيها على الدول وعلى الشعوب، وأن تملشن الدين وأن تنقض الدول، لكن خاب فألهم. وهذا اليوم تشن الريدة ضد حزب الشر وتصعيده.